السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة جدا وهتعجبكم جدا بمكونات بسيطة وكلها عندنا في البيت. كان عندي حبة موز كده، يعني مركونين، فقلت اعمل بيهم اختراع كده او وصفة كده الولاد ياكلوها. النهاردة الجو بارد، حاجة تدفي كده، وايه شغل بقى الفرن كده يدفلنا الجو. وصفة جميلة ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة معايا طبعا الموز، ومعايا 3 بيضات، ومعايا كوباية سكر، ومعايا كوباية لبن، ومعايا كوباية سكر هعمل بيها بداية الوصفة اللي هنعملها دلوقتي. ونص كوباية زيت، وكيسين بيكنج باودر، وكيسين فانيليا، وكيس بيكنج باودر، وطبعا ذرة الملح وعصرة الليمونة اللي احنا بنحطهم واحنا بنضرب المكونات. اكيد طبعا انتوا عرفتوا الوصفة، وهي الكيكة بالموز. ان شاء الله هعملها بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم. يلا بقى بينا على البوتاجاز نعمل اول بداية الوصفة. اول حاجة بقى في الوصفة، انا جبت صينية المقاس الصغير ده، وممكن تنفع كمان تعملي الوصفة دي في صينية تيفال، بس المتوفر عندي الألمونيوم. هننزل بقى بكوباية السكر، كوباية السكر و3 معالق مية. هنقلبهم، وطبعا هنسيبهم يتكرملوا. كده يا جماعه شكل الكراميل اللي معانا، او كوبايه السكر اللي احنا كرملناها، بقت بالشكل ده، اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. والموز اللي شفناه في بدايه الفيديو انا قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده برضو. هنبدا وحشت الصينيه من على النار اللي كانت مولعه، عشان نقلبها على عين يعني طافيه، عشان ما يتحرقش معانا السكر او الكراميل. هنبدا نرص بقى الموز داير ايه، ما يدور كده حوالين الصينيه كلها. هنكمل الوصفه، هنكمل بقيه الوصفه. وجبت شفشق الخلاط، هننزل بالثلاث بيضات، ونص كوبايه سكر، زيت سوري، كوبايه اللبن، كوبايه السكر، كيسين الفانيليا، وذرة الملح، وعصرة الليمونة، ومعلقة الخل. طبعا انتوا عارفين ان الخل والليمون وذرة الخل والليمون، عارفين ان الخل والليمون وذرة الملح هما اللي بيدوا هشاشة للكيكة، خليها هشة ومرتفعة، بيخلي لونها ابيض وجميل. نزين الظرفين الفانيليا. الكلام ده كله بقى نضربه في الخلاط. كده يا جماعة المكونات كلها اللي حطيناها مع بعض ضربتها في الخلاط حوالي 5 دقايق. ننزلهم بقى في الطبق بتاعنا. بالشكل ده. وكده مجهزة كوبايتين الدقيق، نخلتهم. فضي بقى عليهم كيس البيكنج باودر
واقلبهم. نبدأ بقى ندخلهم المرة التانية عشان ندخل الهواء للكيكة وتبقى ناجحة معانا وهشة ان شاء الله. تدريج كده بقى هننزله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده معانا. ابدأ بقى اقلب فيه. اتجاه واحد يا جماعة عشان ما نخرجش الهواء من الكيكة. بالشكل ده كده هنحط باقي الدقيق، باقي كوبايتين الدقيق. كده وبكده يا جماعة خلاص معانا كده الكيكة ان شاء الله. خلاص الدقيق كله امتزج بكل المكونات. والصينية اهي معانا بقى اللي عملنا فيها الكراميل ووزعنا فيها الموز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى بالخليط. الصوت ده يا جماعة صوت الكراميل عمال يطرقع بالشكل ده كده. اخر حاجة بقى يا جماعة ان احنا ايه، مينفعش ندخل الصينية بالشكل ده على الفرن على طول. انا بالمناسبة شغالة الفرن من بداية ما انا ابتديت ان انا احط الدقيق كده. بقى انا غالية مية لازم نحط. جبت صينية تانية اهي وحطيتها تحت الصينية الاساسية اللي عاملين فيها الكيكة. نحط المية المغلية عشان هنعمل بخار او حمام المية ده. حمام المية لان لازم تدخل الصينية بالشكل ده عشان الكراميل اللي معانا ما يتحرقش ويتبهدل ويبهدل لنا الكيكة، ويبقى طبعا الطعم طبعا مش هيبقى حلو خالص. لازم ايه الخطوة بتاعت ايه حمام المية ده. كده خلاص معانا الكيكة خلصت. دخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 ونشوفها مع بعض ان شاء الله بعد ما تطلع من الفرن. كده يا جماعة التورتاية لا الكيكة طلعت معايا. طلعتها من الفرن بعد ما قعدت حوالي نص ساعة في الفرن واختبرتها بالشوكة ما شاء الله. قصدي بالسكينة. والسكينة ما شاء الله ما شاء الله طلعت معايا نظيفة خالص. وسبتها ترتاح بقى شوية كده وتهدى وتبرد عشان ان شاء الله هقلبها معاكم بقى وهنشوف بقى الشكل النهائي بتاعها. هتبقى ان شاء الله شكلها جميل جدا. معاكم طبق نعمل كده ان شاء الله باذن الله تتقلب معانا وتطلع جميله ان شاء الله. كده يا جماعه شكل الكيكه بعد انا ما قطعتها وحبيت اقدمها معاكم في طبق التقديم عشان ايه تشوفوها قد ايه هي هشه. كانتش باينه وواضحه وهي تورتايه سليمه فقطعتها وايه شايفين ما شاء الله سمكها
ما شاء الله لونها جميل جدا. اتمنى طبعا تجربوها، والوصفة عجبتكم تكتبوا لي في التعليقات. متنسوش تشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركوش. متنسوش طبعا تعملوا لايك شير للفيديو. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم.